أهلا بكم مشاهدينا الكرام. مشاهد تحبيس الأنفاس من أعالي جبال الأطلس الكبير لم تكن رحلة عادية للمسافرين عبر ممر تيزيتيشكا بإقليم الحوزة اليوم، حيث تحولت الرحلة إلى اختبار حقيقي للصمود أمام رياح عاتية كادت أن تقتلع كل ما في طريقها. تابعوا معنا تفاصيل ما حدث في قلب العاصفة. وثقت عدسات الهواتف لحظات حرجة لمجموعة من المسافرين والسائقين الذين اضطروا للتوقف تماما عن الحركة. الرياح التي تجاوزت سرعتها مستويات قياسية في المنطقة أجبرت حافلة للنقل العمومي وسيارات خاصة على الركن جانبا خوفا من الانقلاب. كما تلاحظون في الفيديو، الرياح كانت من القوة بحيث لم تستطع البعض حتى الوقوف على أقدامهم، مما دفعهم للجلوس على الأرض والتشبت بالصخور لحمايتهم من الانجراف. ويعرف ممر تيزيتيشكا بكونه واحدا من أخطر وأعلى المسالك الطرقية في المغرب، حيث يربط بين مراكش ووزازات، ويصل ارتفاعه إلى حوالي 2260 مترا فوق سطح البحر. هذه المنطقة ليست غريبة على التقلبات الجوية، لكن التغيرات المناخية الأخيرة باتت تفرض ظروفا استثنائية. الخبراء يحذرون دائما من الرياح الهابطة في هذه المنعرجات، والتي قد تشكل خطرا جسيما على العربات ذات الهيكل المرتفع مثل الحافلات والشاحنات، وهو ما يفسر القرار الشجاع للسائقين بالتوقف فورا لضمان سلامة الركاب. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.